بفتح الديب النهارده ما لقيتش ولا رغيف عيش. صدمة عمري، صاحية افطر. طلعت الجبنة، حمرت بطاطساية وبتنجانة، وبعدين بفتح الديب فريزر عشان اطلع رغيفين عيش كده اعمرهم حلوين. ما لقيش ولا رغيف. طب اعمل ايه يا ربي؟ والبنات والعيال كلها نايمة، هيصحوا من النوم عايزين يفطروا. طب هيفطروا ايه؟ طبعًا كان الوقت كان يعني الضهر كده، فطبعًا مش هاقدر أطلع في عز النار دي أجيب عيش أو أقف في فرن. ففكرت كده وقُلت إيه، شوية دقيق، كان عندي كيس دقيق، وقُلت نعمل إيه، رقاقتين طريين كده بشوية ملح خفاف ونفطر بيهم. تعالوا كده مع بعض نوريكم إزاي هنعمل الرقاق بطريقة سهلة وبسيطة مكونات بسيطة جدًا. شوية دقيق، شوية مَيّة سخنة، شوية ملح، معلقة سكر. هنحطهم في العجان ونبدأ نضربهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنضربهم ضرب كويس جدا لحد ما العجينة تبقى معايا متماسكة كده، مش عايزينها ايه، طرية. تمام. حطيت كده حبة شوية زيت زيتون، وهبدأ ايه اضرب معاكم الخليط كده مع بعض على اعلى سرعة في العجان، وهبدأ اعجنهم. قلت بقى ده لو صحيوا من النوم ما لقيوش العيش مش عارفة هيعملوا فيا ايه. قلت لا، الحق نفسي بسرعة كده واعمل لهم رقاقتين حلوين كده ايه، يفتحوا النفس. واحنا بنضرب بقى كده العجين بتاعنا هياخد وقت طبعا، فهحكي لكم كده حكايه كنت عايزه اخد رايكم فيها. كانت في واحده قريبتي، يعني قريبتي من بعيد، كانت بتحكي لي على قصه حصلت مشكله ما بينها وما بين جوزها. مشكلة كبيرة يعني كبرت، وكانت واقفة يعني ان هي كانت ممكن تسيب البيت وتمشي. فكانت بتاخد رأيي ايه، مي انا غلطانة هو غلطان. فقلت لها احكي لي. حكيت لي، قالت لي كانت ليها واحدة كانت ساكنة هي في مكان قبل ما تنقل للسكن بتاعها الجديد. كانت ساكنة في عمارة، وكان ليها واحدة جارتها وهي ساكنة قدامها. كانت العلاقة معاها علاقة سطحية، يعني ما كانتش علاقة جامدة قوي. تمام. فالمهم كان يا دوب مثلا ايه، احتاجت شويه ملح، دي احتاجت طماطمايه، إيه حاجات ضروريه، شويه خل بتاع، كانت ايه بيدوا لبعض يعني. لكن ما فيش علاقه ايه جامده قوي. إيه، ابنها مثلا دي بيروح بيلعب مع ابن قريبتي مع بعض كده. المهم العلاقة دي، القصة دي استمرت مثلا ايه، قعدوا كانوا جيران بتاع 5 6 سنين. بعد كده قريبتي دي سابت العمارة وراحت سكنت في عمارة تانية، وجارتها دي برضو ايه، نقلت وسكنت في عمارة تانية. واتقطعت علاقتهم ببعض خالص، ومبقوش يعني ايه في اي تواصل مع بعض. ولا دي تعرف اخبار دي ولا دي تعرف اخبار دي. وخلاص ايه، القصة انتهت على كده. جت في يوم بعد حوالي تقريبا 10 سنين كده، جارة قريبتي دي رنت عليا في التليفون، كان معاها لسه نمرتها، لكن قريبتي ما كانتش معاها النمرة بتاعتها. فالمهم ردت على النمرة، قالت لها ده انا فلانة. هي طبعا كانت ناسيها مرة 10 سنين. قالت لها انت فاكرة انا جارتك كنت ساكنة قدامك ومش عارفة ايه. قالت لها اه، افتكرتها طبعا. وسلموا على بعض وبتاع. وقالت لها ايه، صوتها طبعا ايه كان بتقول متغير قوي، يعني صوتها مش صوتها الطبيعي. قالت لها ده انا حصلت لي، حكت لها بقى قصتها ان هي حصلت لها مشكله، حصلت لها حادثه جامده. عملت فيها كذا عمليه وشرايح ومسامير. وجوزها بسبب العمليات دي وبسبب التعب اللي تعبته، جوزها طلقها ورماها هي والعيال. وخدت العيال وراحت اجرت شقه وقعدت فيها، وجوزها سابها، وهي بقت تصرف دلوقتي على عيالها، وهي بقى ايه متدمره. وتعبت جدا، تعبت نفسيا، وبقت تاخد ادويه وبتاع. المهم ايه، وقالت لها في الاخر ايه، ان انا ايه متصله بيكي، انا محتاجه مبلغ اجيب بيه الروشته بتاعت الدواء بتاعتي. كانت القصه دي تقريبا في اول رمضان كده. اجيب شويه، ولو مش مصدقاني ابعت لك الروشته، هاتي لي انت الادويه. قالت لها لا، ازاي مصدقاكي طبعا، وازاي تقولي كده واحنا اخوات. طبعا صعبت عليها جدا، هي ما شافتهاش، هي من صوتها كده حست ان هي تعبانه قوي. قالت لها ايه، عدي عليا وخدي، تعالي خدي المبلغ اللي انت عايزاه. المهم ايه، جت قالت لها خلاص انا هجيلك بكره ان شاء الله بعد الفطار. قالت لها ماشي تمام. بعد الفطار كده لقيت جرس الباب بيرن، بتفتح لقيت قدامها حاجه مش ممكن تتخيلوها. لقيت واحده عباره عن مومياء، واحده يعني ميته.
مش هي خالص، يعني واحدة تانية بتقول لِك اسمرِّت جدًا، جدًا، رفيّعة رُفع رهيب، رهيب، وطالعة على السلِّم طالعة بإيديها ورجليها، يعني مش عارفة تمشي. اتصدمت طبعًا من منظرها لدرجة إن هي ما عرفتهاش، شكِّت إن هي تكون جارتها اللي كانت ساكنة قدّامها. قالت لها: "لأ أنا جارتِك أنتِ مخضوضة." طبعًا هي افتكرت قريبتي دي افتكرت إن هي عندها مرض يعني مُعدي أو عندها حاجة مشكلة جامدة أوي، قالت لها: "لأ أنا جارتِك." وقعدت تقول لها على حاجات كده معيّنة علشان تثبت لها إن هي إن هي إيه مش بتضحك عليها وإن هي جارتها اللي كانت ساكنة قدّامها. استقبلتها وصعبت عليها جدًا وجهّزت لها مبلغ كده المبلغ اللي كانت قايلة عليه وزيادة في ظرف كده، وادّته لها وضايفتها وجابت لها العصير وحطت لها الفاكهة وتمام وخدت قعدتها وقعدت تحكي لها إن جوزها بهدلها وجوزها عمل في عيالها كان بيضرب عيالها وكان بيضربها من ساعة الحادثة دي وبقت معاملته وحشة جدًا وبسبب القصة دي وطلّقها في الآخر ورماها. المهم خلاص وانتهت القصة على كده ومشيت جارة قريبتي دي مشيت وخلاص على كده. بعد 3، 4 أيام كده لقيتها بترن عليها تاني، قالت لها ده إحنا هنفطر كان في رمضان طبعًا زي ما قُلت لكم وما عندناش حاجة خالص وما فيش والبقال مش راضي يشكّكني وما حدش راضي يدّيني أكل، أنا عايزة بس إيه آكل، إحنا مش عايزة فلوس ولا حاجة، إحنا ما عندناش أكل. قالت لها خلاص ابعتي لي بنتِك وأنا هادّيها الحاجات جهّزت لها بقى شنطة كبيرة كده فيها رُز ومكرونة وكرتونة بيض، جهّزت لها أكل أكل يعني يقضّيها كذا يوم كده، وحطّت لها حاجات يعني كتيرة. المهم بنتها جات خدت الحاجة ومشيت، جات بعديها ب3، 4 أيام كده قريبتي دي قعدت ترن عليها على التليفون على أساس تطمئن عليها، تشوفها جابت الدوا، حالتها عاملة إيه، ما بقتش ترُد عليها خالص لحد كده تقريبًا قبل العيد بيومين، 3. خلاص جه بقى العيد فلقيتها بترن عليها، بتقول لها لأ، بتقول قبل العيد معلش قبل العيد كده ب3، 4 أيام رنت عليها برضه محتاجة فلوس تاني، عايزة تجيب برضه أدوية. قالت لها: "دي آخر مرّة ومش آخر مرّة." قالت لها: "طب خلاص أنا هاشوف جوزي يعني أنا ما معييش فلوس." فكلمت جوزها، جوزها قال لها: "ماشي خدي مبلغ أهو." وابنها كمان طلّع فلوس من معاه كده لله يعني كان آخر رمضان، وطلّع الفلوس وخدوا الفلوس واتصلت بيها، بعتت لها بقى بنتها راحت مدياها برضه الظرف وخدت الفلوس وعلى كده. جات بعديها في العيد كده 3، 4 أيام العيد رنت عليها تاني، فقريبتي دي بقى يعني حست بقى إن طب هي بقى بتستغلها مثلًا ما فيش حد تاني ممكن تاخد منه فلوس، بدأت إن هي تتضايق شوية. المهم قالت لها قالت لها: "أنا مش عايزة منِّك فلوس ولا حاجة، أنا عايزة أشوفِك عشان أنا هاعمل عملية كبيرة وخايفة لا أموت وأنتِ ويعني وأنا نِفْسي أشوفِك قبل ما أموت." فقريبتي دي صعبت عليها جدًا وقالت لها: "لأ أنتِ تشرّفيني." ومش عارفة قالت لها: "ما تخافيش أنا مش هاخد منِّك فلوس ولا حاجة." المهم جات دخلت، قريبتي دي بقى كانت كل ما تيجي قالت لها: "أنا هاجي لِك بعد صلاة العشا." قالت لها: "ماشي." قعدت بقى تستنى صلاة العشا، بعديها بساعة، ساعتين، الساعة 10، 11، 12، 13 ما جاتش، فقالت خلاص يبقى مش هتيجي. بصّت الساعة 02:00 لقيتها بترن الجرس، استغربت جدًا، بتفتح الباب لقيتها قدامها، قالت لها: "معلش ده حصلت ظروف وجوزي جه يشوف العيال واتخانق معايا وأنا سِبت البيت سِبت البيت سِبت له البيت، سِبته يعني مع العيال في البيت ومشيت وكنت عايزة آجي عشان أشوفِك وكده." فاستغربت أوي إن هي جاية لها الساعة 02:00 طب 02:00 طب أنتِ هتقعدي هتمشي إمتى؟ ف فاستغربت أوي، المهم دخلت نسيت أقول لكم بقى إن هي كانت كل ما تيجي قريبتي دي تشم ريحة سجاير فظيعة أوي، فتقول يا ربي طب هي إيه ريحة السجاير دي؟ كل ما تيجي ريحة سجاير وريحة مش حلوة خالص. فكانت بتقول يعني مثلًا هي بتركب مع ناس بيشربوا سجاير فعشان كده ريحة هدومها كلها سجاير، فقريبتي ما كانتش مستوعبة يعني. فجات بعد كده بتقول قعدت أمّا جات بقى اليوم ده قعدت قالت لها: "أنا مش عايزة فلوس ولا حاجة." جايبة لها بقى الإشاعات والتحاليل وإن هي رايحة تعمل عملية، وإن هي كانت محجوزة وإن هي كانت بتموت وكانوا اشتروا لها قبر عشان يجهزوه لها، وحكت لها إن جوزها وقالت لها بقى إن هي بتشرب سجاير. فقريبتي دي اتصدمت جدًا، إزاي يعني واحدة زي دي ست بتشرب سجاير؟ قالت لها: "ده جوزي اللي علّمني السجاير."
وانا عادي يعني احنا من مكان يعني من منطقة عادي الستات فيها بتشرب سجاير وبتشرب شيشة، والموضوع ده عادي ممكن عندك انت يكون صعب شوية. المهم قعدت تقول لها انت ازاي تعملي كده، وقالت لها بقى ان هي ايه كانت محجوزة في مصحة ادمان. بس ما قالتلهاش ان هي بتشرب حاجة يعني، لا ده قالت لها ان هي كانت مريضة نفسيا، وان هي كانت بتاخد مضادات اكتئاب وبتاخد حاجات يعني أدوية نفسية. بعد شوية راحت قايلة لها، صدمتها بقى بالحاجة، قالت لها إيه ممكن لو سمحتي أدخل الحمام أشرب سيجارتين. فقريبتي دي اتصدمت ومبقتش عارفة تقول إيه وخايفة، جوزها بقى كان موجود وخايفة تقول لجوزها، جوزها يزعق لها مش عارفة، قالت لها إيه مش ادخلي. فدخلت فجوز قريبتي بيقول لها هي راحت فين، قالت له ده دخلت الحمام. قعدت بقى في الحمام قد ايه، نص ساعة. بيقول لك ريحة السجاير بقى بقت مالية البيت. فجوزها عرف، قال ده فهم ان هي بتشرب سجاير في الحمام. طبعا قعد يزعق لمراته وقلب الدنيا، وازاي تسمحي لها ان هي تدخل الحمام. فقالت له ده انا اتكسفت، طب اعمل ايه، طب كنت اقول لها ايه. قال لها لا ما ينفعش الكلام ده. المهم استنى لما طلعت من الحمام وطلعت قعدت، طلع لها بره، قال لها انتي جوزك فين وانتي مش عارف ايه، وقعد يحقق معاها ويتكلم معاها، وانتي ازاي وانتي شكلك مش طبيعي وانتي مش عارف ايه، وقعد بقى يتكلم معاها ايه كتير. المهم ايه، وراح قال لها لو سمحتي ما تجيش هنا تاني، فتح لها باب الشقة وقال لها البيت ده ما تجيش فيه تاني، وما تتصليش بمراتي تاني وملكيش علاقة بيها خالص وما تجيش هنا تاني. قالت له طب انا اروح فين دلوقتي، قال لها ما نعرفش والله. راحت نازلة قعدت تتسند كده، وراحت فاتحة باب الشقة وقعدت تتسند كده هو فتح لها باب الشقة، قعدت تتسند كده على الحيطة وفضلت تنزل بالراحة. المهم قعدت ترن على تاكسي يجي ياخدها، ما فيش حد خالص، ما فيش حد بيرد خالص. نزلت بقى بالراحة كده هي وبنتها، وراحت جاية قاعدة تحت على الرصيف في الشارع. بس قريبتي بقت تطلع كل شوية كده وتبص عليها تلاقيها قاعدة لحد أذان الفجر. بعد كده جه تاكسي كده راح واخدها، وراح مشي. قعد بقى جوزها يزعق لها وقلب الدنيا وقعد يتخانق معاها، وازاي تدخلي بيتك واحده زي دي. قالت له انا ما كنتش اعرف، انا كنت فاكراها مريضه، كنت فاكره عندها يعني مرض والعياذ بالله مثلا وحش. وهي قالت لي ان هي عامله عمليات وكانت عامله حادثه. وطبعا هي كدبت الكلام ده بعد كده، قالت لها لا انا ما كنتش عامله حادثه ولا حاجه، انا كنت بقول لك كده عشان كسفت اقول لك ان انا كنت محجوزه في مريضه نفسيه وبصحه ادمان. وبعد كده راحت قعدت على الرصيف زي ما باقول لكم، والتاكسي خدها ومشي. وحصلت بقى المشكلة الكبيرة دي ما بين قريبتي وجوزها. فهي بتقول لي يعني أنا غلطت في الموضوع ده، فأنا بصراحة قُلت لها رأيي، فأنا كنت عايزة آخد رأيكم أشوف أنتم رأيكم زي رأيي والّا إيه؟ بعد كده بعديها كده بشهر تقريبًا جوز قريبتي دي قابل واحد وقال له إن هي الست دي ماتت. راحت اتحجزت في مصحة الإدمان دي وماتت وربنا يرحمها يا رب. وقريبتي دي زعلت قوي عليها، رغم ان هي طبعا هي اللي حطت نفسها في الوضع ده، وهي اللي ضرت نفسها بعمايلها ديت. لكن ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. بس يا ريت بقى تقولي لي رأيكم كده في الكومنتات، قريبتي دي غلطت ان هي دخلتها البيت، ولا هي كانت غصب عنها ان هي اتضحك عليها وافتكرت ان هي مريضة، مش ان هي مثلا ماشية في سكة الإدمان والمخدرات والحاجات دي. نرجع بقى تاني للرقاق بتاعنا. شفتوا انا عجنته، بعد ما عجنته قطعناه كده حتت صغيره وسيبناه يرتاح شويه، وبدأنا بقى نبططه ما فيهوش حاجه ونسويه. طبعا اللي عنده حاجه صينيه يسوي فيها ماشي، عنده حله ممكن يقلبها ويسوي عليها. انا بصراحه طلعت طاسه، يعني اتصرفي كده، ده اي حاجه تلاقيها قصادك ممكن تنفع ان انت تسوي عليها، مفيش مشكله. يعني ما تقفيش على حاجة. أنا طاسة رُحت قلباها على طول واشتغلت عليها وبقت زي الفل أهي، وطلع الرقاق روعة يعني. بُصّوا كده، كده قرّب الرقاق يخلص أهو.
دي تقريبا اخر واحده، خلاص هسويها كده واوريكم. بصوا بقى الرقاق ده بحته جبنه بيضه براميلي، شويه فول بطحينه، اي حاجه يعني. بصوا الرقاق ده بيفتح النفس بجد على الاكل. بس هحاول بقى الم دي واظبط الدنيا كده. طبعا العيال هتصحى من النوم تفرح جدا، بيحبوا الرقاق ده قوي. شلت الطاسه. هجيب حته جبنه طبعا دلوقتي، بصوا هقع من الجوع. قلت هجيب حته جبنه كده حلوه واعمل لي سندوتش بالرقاق وهو سخن كده. هوريهولكوا الاول، طبعا همسح كده وانضف واوريلكوا ايه الرقاق بعد ما خلصته. يا ريت لو اول مره تدخلوا القناه بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا شايفين الرقاق، شايفين طري ملبن. رحت بقى اجيب حته جبنه براميلي كده حلوه. بصوا كنت عايزه جنبيها خيار بس للاسف فتحت التلاجة ما لقيتش خيار فيه. بصوا المنظر، شايفين طري ازاي، فظيع بجد. بصوا كل ما اخد لقمه عايزه اخد التانية، هموت من الجوع. بصوا شايفين طار ازاي.